نشوف يمكن يطلع لنا حد تاني حلو او حد تاني برازيلي تكون كاملة صراحة. برتغال السيتي، برتغال السيتي يكون ايزيبيو. انا كنت بتمنى يطلع لي رونالدو، كنت بتمنى يطلع لي رونالدو والله بجد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عمر لوكا في فيديو جديد. بس النهارده بقى فيفا الكوريه. الفيديو اللي فات بعد ما عملنا خطه من اللعيبه البرازيليه، من رونالدينيو، من فينيسيوس، من كاكا، من ريتشارلسون الهجوم، عملنا خطه وماركينيوس سي بي والحارس ادرسون، عملنا خطه برازيليه جامده جدا. تعالوا هنشوف مع بعض الخطه دي بعد ما نفتح النهارده باك البالون دور. لعيب من 124 ل 130. في لعيبه 130 زي نيمار زي ما احنا شايفين، في لعيبه تانية زي اللعيبه زي فينيسيوس جونيور 130، وانا بتمنى يطلع لي او بتمنى يطلع لي مودريتش. في 130 سيم بلينجهام، في طبعا اليسون، في سون، في لعيبه كتير جدا، في كارفاخال 129. تعالى بقى من غير رغي كتير نصلي على النبي ونفتح باك البالون دور، اول باك لينا في الحدث ده واول باك يعتبر حلوه في فيفا الكوريه. نشوف هيطلع لنا مين. يعني في الاخر يطلع لنا فينالدوم 124. مش عارف صراحه هل فينالدوم 124 ده ايه الحلو فيه. تعال بس نخش بقى قبل ما ما نتهور. هوريكم باك حلوه كده عشان قبل ما نشوف الخطه، بس هوريكم باك حلوه اعتقد لا مش هي. ماشي تعال بقى قبل بس ما نتهور كده ونشوف الخطه ونعمل كام حاجه حلوه. هوريكم 4 لعيبه جامدين، 4 لعيبه جامدين جدا من اوفر، او 5 لعيبه كمان من اوفر 112 لاوفر 132. وده اول لعيب معانا. نصلي على النبي ونفتح الباك. لعيبه جامده جدا كلها، ده ياباني برضو مش عارف انا زهقت. 113 اس تي. ماشي تعالى بقى نشوف لعيب تاني، نشوف الحظ هنا النهارده ايه. مين 114 سي ام. تعال بقى نشوف هنا الحظ يمكن يبقى حلو في الباكات اللي من 112 ل 132. برازيلي تاني اللي بيه ايكون روبرتو كارلوس بس 112. روبرتو كارلوس ال 112، يعني ده اللي احنا كنا قاعدين بنحاول نجيب فيه بقالنا سنه، بس كنا عايزينه مطور معرفناش نجيبه مطور. طلع لنا هو، نطوره بقى ونخليه معانا ونحطه في الخطه اللي مكونه من كل عناصر البرازيل بتاعتنا. تعال نكمل الفيديو نشوف يمكن يطلع لنا حد تاني حلو او حد تاني برازيلي تكون كاملة صراحه. برتغال السيتي، برتغال السيتي يكون ايزيبيو. انا كنت بتمنى يطلع لي رونالدو، كنت بتمنى يطلع لي رونالدو والله بجد. ايزيبيو لعيبه اسعارها غاليه حلو. ماشي تعال نشوف الباك الويك اند الاسبوعيه، نشوف هيطلع فيها مين. برازيلي تاني ال دبليو باريس سان جيرمان. نيمار 120. نيمار 120. يا نهار ابيض على الحظ النهارده، يا نهار ابيض على الحظ النهارده. اللي بيحصل ده يا جدعان. نيمار 120. يا رب يطلع لي حد حلو تاني. كمل الباكات بتاعتنا. احنا هنخلي الفيديو النهارده باكات بس. ايه اللي بيحصل ده 114 ساكا ار دبليو. ماشي تعال نشوف مين تاني ممكن يطلع لنا النهارده. 113 سي بي. تعال نشوف مين تاني ممكن يطلع. يلا نصلي على النبي. يطلع لنا بقى. اختم بحد حلو ورينا. كفارة، يا رب يكون كفارة. مش كفارة بس لعيب 117 وسعره الى حد ما حلو وقربنا. يعني بصراحة اعتقد الحظ كده لعب معانا شوية النهاردة عشان نكون كده صريحين. وفي طبعا باك لعيب تاني هنفتحه ونرجع بقى للخطة بتاعتنا اللي انا عايز اوريها لك واوريك قد ايه الخطة بتاعتنا بصراحة طرش. واوريك الخطة البرازيلية الكاملة من معانا. وادي لعيب كيزا 101 ار دبليو. طبعا معانا 20 فيفا بوينت ومعانا حاجات تانية. طبعا حدث البالون دور زي ما احنا شفنا، ولسه في هدايا تاني في حدث البالون دور بس مفكنا منه. تعال نشوف الماركت بيقول ايه بعدين نرجع على الخطة بتاعتنا. ده كان لعيب بايعينه عادي ماشي. نرجع على الخطة بتاعتنا. طبعا الخطة بتاعتنا اللي الكيمستري بتاعتها عليت فشخ عشان رونالدينيو وريتشارلسون وفينيسيوس وكاكا واللعيبه اللي كلها زي ما قلنا المفروض ان هي برازيليه. طبعا لو جبنا روبرتو كارلوس انا ممكن احاول في محاوله بائسه ان هو يبقى بص روبرتو كارلوس لما حطيته هنا
مسك طبعا مع الحارس ومع ماركينيوس ومع كله برضو بقى الاوفر قل بقينا 133 بس الكيمستري بقى 145. طبعا احنا ممكن نحط روبرتو كارلوس هنا بدل المطور او ده مطور فهنشيله ونجيب اللعيب العادي بتاعه. اعتقد يعني انا عايز اعمل ايه، عايز اعمل يطلع اللعيبه البرازيليه بس اللي تطلع. احنا معانا لعيبه برازيليه كتير جدا جدا جدا، احنا عندنا كتيبه برازيليه 120 ال دبليو طبعا. نيمار 120 ال دبليو بجانب فينيسيوس بجانب ايه ده يا جدعان، ايه ده يا جدعان، ايه ده يا جدعان. بجد الموضوع جامد جامد قوي ان انت تعمل خطة من منتخب جامد جدا جدا جدا. طبعا احنا بقينا 138. طب لو حطينا نيمار هنبقى كام؟ 138. احنا لو حطينا نيمار هنفضل 138 بس نيمار مسك اكتر مع كاكا، مش عارف ايه الهدف يعني. طب تعال نشوف طاقات نيمار كده وممكن نعليه ولا ممكن نعمل ايه. اعتقد هو اصلا عالي. ليفاندوسكي نفس السكيل بتاعت نيمار، سبحان الله ارزاق يعني. تعالوا بقى نلعب ماتش كامل بعد ما حطينا كل دول. بس عايز احط ايه دكة. الاستاذ فينيسيوس ومين تاني قلنا؟ عايزين نجرب برضو فينالدو من اللي طلع لنا بس مش عارف صراحة. تعالى بقى نلعب ماتش. احنا بقينا 135 والكيمستري 138 زدنا. اعتقد حلو. تعالى بقى نلعب بس ماتش كده بسيط يعني. انا نفسي العب ماتشات التويد معاكم. طبعا النت مش مسامح، كل حاجة مش مسامحة خالص. تعالى بس نشوف ايه ماتش بسيط يعني. مش عارف صراحة اخش هيد تو هيد ولا ايه. تعالى نخش هيد تو هيد وامرنا لله. يلا بسم الله نشوفوا هو ده هيد تو هيد ولا فيزا تك. تعال نشوف هوريك بقى مهارة رونالدينيو، مهارة نيمار، مهارة فينيسيوس، شوط ريتشارلسون، شوط كاكا. هوريك جمدان جمدان جمدان. وكان نفسي نجرب صراحة روبرتو كارلوس برضو بالمرة. ده عايز فيديو مخصوص ليه. عايزين نقفل الخطة كلها. ولو انت بقى ذكي تقول لي مين اللعيب اللي ناقص كده في الخطة دي، ممكن نجيبه سي ام مثلا ويبقى برازيلي جامد. احنا اللي قدامنا الخطة اللي قدامنا فيها مهاجم برازيلي بس اوفر 100 وكام ده. طبعا تعالى بقى نشوف كده. احنا ريال مدريد رونالدينيو بقى ده اللي معاك الكوره. عايز اوريك مهارة رونالدينيو اللي هي معروفة واللي هي ريمبو، اللي هو بص شمس 3 لعيبة بلعيب واحد من اول حاجة. طبعا زي ما كنت بتكلم عن النت اللي هو بايظ خالص. واصلا النت عموما بشكل عمومي بايظ في فيفا الكورية دي. مش عارف عشان خاطر السيرفر مثلا او ايه. هو الكورة مع ريتشارلسون ده ال 124 سي ام وليس ريتشارلسون وليس لاعب برازيلي اصلا. تعالى بس بقى اوريك كده مهارات نيمار مهارات رونالدينيو. الفيديو ده بقى يكون فيديو مهارات. طبعا لو عرفنا نكمل الفيديو اصلا بالنت كده. قولوا لي بس مين اللي ناقص في الخطه نجيبه تاني برازيلي، لان بصراحه الموضوع ايه. بص ريتشارلسون ده السي ام برضه. السي ام ساب الملعب كله ونزل يهاجم معانا وهو الوحيد اللي بقى بيجيب الجوان. خلاص دلوقتي مش هيخلي انا عارف عايز اعمل فيديو عشان اجيب الجوان بلعيبه برازيليه. مفيش ولا لعيب برازيلي هيجيب الجوان. تعالى بقى نكمل نيمار. انا ما جربتش نيمار، انا اول مره اجربه معاك. ده نيمار بس جربت معاه واول واحده عملها اللي هي حلو 120 ال دبليو. طبعا هو مهارته ريمبو زي ما احنا شفنا. بص دي اول مهاره عملها، دي تاني مهاره وشاط. اعتقد في الفينش جميل جدا. هو انا شايف بالراحه خالص جابها جون. سرعه الكوره حلوه. الموضوع على فكره مسليه جدا فيفا الكوريه دي. بقينا 100 كام 135 اوفر 138 كيمستري. بيطلع لك كل اللعيبه اللي انت عايزها. بتختار حرفيا تختار من اي لاعب انت عايز تلعب بيه بتجيبه. اي لاعب انت عايز تلعب بيه بتجيبه. عشان كده اللعبه حلوه. طبعا الناس اللي سالت على طريقه تحميلها للمره ال19 اقولها بس بعد ما نخلص الجون ده. الاستاذ رونالدينيو مش راضي، مفيش نت خالص، مش راضي يعمل مهاره حتى. طبعا طريقه تحميلها بتخش على جوجل كروم عادي تكتب في تحميل فيفا كوريا. تاني موقع يطلع لك على الاي بي كي بتاعه. تدوس تحميل هيحملوا لك. وعموما هيحملوا لك. هتخش بقى على التحميلات بتاعه كروم هتلاقيه دوس عادي تحميل وخلاص وايه.
وهتلاقي البتاع على معاك، هتلاقي الفيديو، هتلاقي الملف معاك ونزل بعدها خلاص، هتلاقي نزل على التليفون واللعبة بقت عندك. طبعا لو عايز تلعبها العبها، وعايزين نعمل تشالنجات كتير فيها طبعا انا طبعا ايه، هنعمل تشالنجات كتير فيها. طبعا شايفين ريتشارلسون الشوط بتاعه، بس الاحتفال بتاع ريتشارلسون اهوت، والرقصه يمين وشمال. طبعا دي شوطه بسيطه جدا وعلى الارض، ورجليه 5 و5 ريتشارلسون عشان نكون عارفين. مهاره جامده جدا، اللعيبه جامده جدا، في اللعيبه اللي انت عايزه. طبعا على قد ما الفريق اللي قدامي ضعيف، بس النت برضو ضعيف، كل حاجه ضعيفه. اصلا انا مش هقدر اكمل الماتش ده ولا اكمل الفيديو ده بالطريقه دي، لان النت راح خالص، وانا مش هعرف اعمل اي حاجه اصلا. فيعني اعتقد الحلو لحد كده، شفنا مهاره نيمار، شفنا ريتشارلسون، هنكمل بقى فيديوهات كتير تانية، بس مش عارف بقى نلعبها فيز اتاك، نحاول نعدل النت نحاول نشوف حاجة تاني، نشوف السيرفر دوت بقى. واعتقد نقفل الفيديو على كده. النهاردة فتحنا 5 لعيبة، اعتقد فخم بس كده كفايه كده علينا النهارده، كفايه يعني اللعيبه اللي فتحناها دي. هنفتح لعيبه كتير تانية ان شاء الله من البالون دور، في مفاجآت تانية كتير جدا جايه في حدث البالون دور. كان معاكم عمر لوكا، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.